كباب الحلة وجماله هتعمليه من غير ما تتعبي فيه وبطريقة جميلة جدا. شايفين يعني الكباب بتاعنا زي الزبدة. طبعا عشان تشوفوا الوصفة بتاعتي وازاي عملناه بالطريقة دي لازم تشوفوا الفيديو كله بتكاته وحركاته. يلا بينا نشوف الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اهلا بكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وعافيه. طبعا كباب الحله لا غنى عنه في العيد، يعني بنحبه ونحب نعمله والاولاد بيحبوه جدا. طبعا انا مجهزه كميه اللحمه اللي انا هعملها دي لحمه حمراء، فطبعا انا مجهزه كمان حته ليا كده عشان هحمر بيها كباب الحله بدل السمنه، يعني هحط معلقتين زيت بس واعمل اللية بتاعتي. وعندي بصل ابيض او احمر مقطع، بصل طبعا متقطع مكعبات، اي تقطيع كبير صغير كده كده ايه هيدوب معانا، هيبقى متكرمل معانا في كباب الحله. هنا طبعا عندي التوابل بتاعتي، فلفل اسود والتوابل اللي انا عاملاها والملح في الاخر عشان السوا. يلا بينا على البوتاجاز. ادي الحله بتاعتي حاطه فيها معلقتين من الزيت. هحط الاول اللية بتاعتي، هقلبها كده تقلبتين وانزل تشويح على طول باللحمه على طول معايا. وهنزل بقى باللحمه بتاعتي تتحمر معايا تحميره كويسه. بعد كده ننزل بالبصل، طبعا هنحمرها الاول. هبدأ بقى اللحمه كده شوحت شويه حلوين، هبدأ انزل بالبصل بتاعي. هنزل على طول بالتوابل بتاعتي تاخد كده طعم مع البصل، وهبدأ اقلب بقى. هغطي عشان الميه بتاعه البصل وكده تسويه شويه، وكل شويه طبعا هنزود ربع كوبايه ميه لغايه ما الكباب بتاعي يستوي خالص وارجع لكم. طبعا هحط ربع كوبايه ميه دلوقتي واغطيها لغايه ما تشرب الميه خالص، وبعد كده اشوفها كل شويه وارجع لكم في الاخر لما تستوي. وادي كباب الحله بتاعنا جاهز، استوى وبقي كده زبده. هنبدا ان احنا نغرفه نشوفه مع بعض. ادي كباب الحله اهو مستوي على الاخر وجميل، والصوص بتاعنا ده تحفه لما تغمسوه. عملت طبعا معايا شويه مكرونه سباجيتي وسلطه خضراء، كده وجبه متكامله. يا ريت تعجبكم الطريقه، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. بحبكم في الله، مع السلامه.